ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. هنعمل بقى النهارده الفراخ المشويه باسهل واسرع تتبيله ممكن تتخيليها في فرن البوتاجاز وهتعمليها. وكمان لو انت عندك شوايه او عندك الفحم عايز تعمليها عليه هقولك كمان ايه المكون اللي احنا نشيله ونحطه بدلها عشان تطلع معاكي احلى فراخ مشويه ان شاء الله. معايا بقى كده، يلا بينا نسمي بالله قبل اي حاجه. معايا بقى كده الفرخه، مسكتها قطعتها 8 قطع، مسكتها غسلتها كويس قوي بملح وليمون، وبعد كده ابدا ان انا اصفيها كويس قوي من كل الميه بتاعتها. هبدا ان انا كمان افتحها كويس قوي. كمان الحتت اللي هي بتكون من ناحيه العظم تبداي على قد ما تقدريها تفتحيها عشان خاطر تستوي كويس قوي. هبدا ان انا عارفين تفتحوها كده، يعني تكسروا العظم بمعنى اصح. معايا بقى كده الخلاط او الكبه، احط فيه بصلايه، نص قرن فلفل، حبايه طماطم، وثلاث فصوص من الثوم. احط كمان علبه زبادي، ولو هتعمليها على الفحم تشيلي الزبادي وتحطي معلقه كبيره من المستردة. حط كمان معلقه ونص صغيرين من الملح، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من الكزبره الناشفه، ونص معلقه من التوابل المشكله، ونص معلقه من الكوبيبه الصيني. وحطيت كمان نص معلقه من الثوم البودر، ونص معلقه من البصل البودر، ومعلقه كبيره كده من الخل، ونص ليمونه بس هي ما ظهرتش في الفيديو. طبعا لو انت هتعمليها على الفحم وتحطي المستردة شيلي نص ليمونه خالص. حطيت كمان نص معلقه من البابريكا، وضربت كل ده كده مع بعض. الخلطه الحلوه التتبيله بتاعتنا دي هبدا بقى ان انا اشرب كويس قوي الفراخ بتاعتي من التتبيله. تحاولي توصليها لكل حته من الفراخ عشان تطلع معاكي الفراخ تحفه. زي ما انتم شايفين كده بقى غطيتها، انا سبتها لمده يوم بصراحه. معاكي بقى ساعتين 3 على حسب الوقت المتاح معاكي. وهبدا بقى نحط لها 4 معالق كده كبار من الزيت. ما حطيتش زيت من البدايه عشان بيعمل عازل بين التتبيله وبين الفراخ. هبدا بقى هاخدها كده احطها على شبكه، والشبكه تحتيها صينيه. دي الشبكه بتاعه الفحم، طبعا ينفع تحطيها على الشبكه بتاعه الفرن الكهرباء. غطيها بقى بورق فويل، ويفضل كمان لو تحتيها ورق زبده. وحط بقى في الصينيه بتاعتي ميه سخنه عشان تخلي الفراخ كده معاكي دايبه دوب ويكون جوسي وحلو قوي. ندخلها بقى على فرن درجه حراره عاليه قوي. اول نص ساعه تكون درجه الحراره عاليه، وبعد كده ساعه ونص تكون درجه الحراره متوسطه. تطلع معاكي احلى فراخ مشويه ممكن تدوقيها. وما تنسيش تحطي في حمايه، عايزه اقول لكم دايبه دوب. يلا بقى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.